انت عمرك سألت نفسك ليه أول ما النور يطفي بتحس إنك مش لوحدك؟ ليه قلبك بيدق بسرعة وحواسك كلها بتشتغل فجأة مع إنك من ثواني قاعد مرتاح في نفس المكان؟ هل الموضوع ليه علاقة بمخك ولا في حاجة في الضلمة نفسها إحنا مش فاهمينها؟ يمكن الضلمة مش بس غياب النور، يمكن هي الحالة اللي بتصحى فيها كائنات تانية عايشة وسطنا، بس ما بتتحركش غير لما الدنيا تضلم. قبل ما نبدأ ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. تخيل معايا إنك صحيت من النوم الساعة 3 الفجر، مش عارف ليه صحيت، بس حاسس إن في حاجة مش طبيعية. الدنيا ضلمة وكأنك شبير، مفيش صوت مفيش حركة، بس فجأة تحس إنك مش لوحدك. عينك بتتحرك يمين وشمال بس مش شايف حاجة، بس إحساس غريب كأن في عينين بتبص عليك من الركن البعيد في الأوضة. بتقول لنفسك مجرد وهم، لكن فجأة تسمع نفس تقيل وبارد بيخرج من ورا ظهرك. إيدك بترتعش وبتحاول تقوم تولع النور، لكن جسمك مش بيتحرك، كأنك متثبت في السرير، والنفس ده بيقرب أكتر وأكتر. وفجأة تحس إن السرير اتطبق من جنبك، زمان جدا قبل ما يبقى في كهرباء وقبل ما يبقى في شمع حتى. الإنسان كان بيخاف من الليل بشكل هستيري، لدرجة إن في قبائل كانت بتدفن نفسها في الكهوف أول ما الشمس تغيب. ليه؟ قالك الليل مش ملك البشر، وفي أساطير بتقول إن في كائنات عايشة في طبقة رفيعة حوالينا، بس ما بتظهرش غير لما الدنيا تضلم تماما، لأن النور بيمنحها حاجة كده زي عكس الحياة. كائنات مش لازم تشوفها بس تقدر تحسها. علماء الأعصاب بيقولوا إن اللي بيحصل وقت الضلمة هو فرط نشاط في مناطق معينة في المخ، اللي مسؤولة عن الخوف ورد الفعل السريع. بس الغريب في ناس خضعت لتجارب كاملة في غرف معزولة تماما من الضوء، وبدأوا يحكوا عن حضور غريب، كأن في كائن ما بيقرب منهم وبيتنفس. واحد اسمه كريس شارك في تجربة عزلة بصرية، اتحبس في غرفة سوداء تماما 24 ساعة. بعد 6 ساعات بدأ يسمع خطوات حوالين السرير. بعد 10 ساعات حس إن في إيد بتمسك رجله وهو نايم. لما خرج قال لهم جملة غريبة: أنا متأكد إني ما كنتش لوحدي هناك، المكان ده بيتنفس، كأن في حد طلع من تحت السرير وقاعد بيتفرج عليك. ناس كتير بتفتكر إن الخوف من الضلمة سببه إننا متعودناش على غياب النور، بس في نظرية مرعبة بتقول حاجة تانية خالص، إن الضلمة مش مجرد عدم وجود نور، لأ، الضلمة هي حالة من العزلة الحسية. يعني كل الحواس بتبطل تشتغل زي ما متعودة، والمخ بيبدأ يشتغل لوحده. وهنا الكارثة، لأن في اللحظة دي العقل ما بيصدقش اللي بيشوفه، بيبدأ يصنع كائنات من خياله. بس الكائنات دي مش بتبقى خيال بس، المخ بيخلق كيان يكون له ملامح وصوت ونية، وأحيانا الكيان ده بيعيش معاك. والأغرب إنك لما تفكر فيه أو تحاول تنساه هو بيحس بيك، وبيفضل مستنيك تطفي النور تاني. بعد كل اللي قلناه، السؤال الحقيقي مش ليه بنخاف من الضلمة، السؤال هو مين اللي جوه الضلمة ومستنيك تخاف؟ العلماء ممكن يقولوا هلاوس، علماء النفس بيقولوا طفولة مؤلمة، لكن آلاف الناس حوالين العالم بيحكوا عن كائنات شافوها، حسوا بيها، اتكلموا معاهم، وفضلت تزورهم. بس لما النور ينطفي، والمرعب بجد إنك عمرك ما شفت الكائن ده وهو قدامك، لكن يمكن شفته كتير في خيالك في كوابيسك، أو واقف ورا ظهرك وانت بتبص في المراية. لو كل ده خيال، طيب ليه كلنا بنحلم بنفس الكائنات، نفس الشكل، نفس الرهبة؟ لما تبقى قاعد لوحدك والدنيا ضلمة، افتكر بس، هو انت لوحدك فعلا ولا في حد واقف بس مستخبي جوه الضلمة؟ ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.